قبل ما نتكلموا على المباراة ديال المغرب ضد بوركينا فاسو والتحليل ديالها، بدكم نترحموا على الناس اللي ماتوا في هذا الزلزال والناس اللي مصابين الله يشافيهم. فاجي نحلوا المباراة ديال المنتخب المغربي ضد بوركينا فاسو. فكيف ما كان متوقع، الناخب الوطني وليد الركراكي دخل بالتشكيلة متوقعة من غير امين عدلي اللي لعبوا في الجناح، وهذا اللاعب راه بان بمستوى مزيان وعطى اسيست رغم التضييع ديالو لبعض الكرات. وما نساوش انه اول ماتش مع المغرب، وثاني لاعب ما كناش متوقعينه غيلعب في البوست ديال الوسط هو نصير مزراوي، وهذا الاخير بان بمستوى خرافي وكان تيقطع الهجمات ديال الخصم وكيتحكم في الريتم ديال الماتش. وهذه المباراة شفنا رجوع عز الدين أناحي وسليم أملاح، فكان خط الوسط قوي وشفنا المنتخب لعب باداء مقنع بزاف حيت كانوا الخطط متصله. اما بالنسبه للاداء ديال خط الدفاع فبان بواحد القوه، وثاني حاجه الحارس ياسين بونو ما تختبرش في هذا الماتش. بالنسبه لخط الهجوم فراه ما كانش بشي مستوى واعر بزاف، فمثلا عبد الصمد الزلزولي كان كيدير كل شيء الا الانهاء، فراه ناقص فيه بزاف. اما بالنسبه ليوسف النصيري فما توصلش بكرات بزاف، والهدف اللي سجلو عز الدين أناحي فكان واعر. اما بالنسبه للبدلاء خاصه الصباري فبان بواحد المستوى ناضي. اما بالنسبه لايوب الكعبي فما توصلش بكرات، وهذا كان تحليل بسيط.